هذا هو مصعب بن عمير، زهرة شباب مكة. نشأ جميلا مرفها، يلفت الأنظار أينما سار، مرتديا أفخر الثياب، وتنبعث منه أطيب العطور. وها هو أحد المشركين يراقبه في صمت وحقد دفين. عمت مساء يا أماه. عمت مساء يا مصعب، تأخرت عني كثيرا. هيا إلى المائدة، فقد أعددت لك كل ما تشتهي من طعام. كالعادة تحضرين لي أصنافاً أكثر من حاجاتي وطاقتي. كل ما شئت يا حبيبي واترك ما شئت. لست جوعاناً. ماذا بك يا حبيبي؟ أراك حزيناً بغير سبب. إنك تملك كل ما يتمناه أي شاب في عمرك. ولكني أشعر أني أفتقد شيئاً غالياً جداً، ولا أستطيع أن أحيا بدونه. وما هو؟ المشكلة أني لا أعرف ما هو. لا يا حبيبي، لا، إنها أوهام في عقلك. انظر، اشتريت لك ثوباً جديداً من حرير أزرق. أراك أيضاً تبالغين في شراء الأثواب، وتشترين لي ما يكفي 10 أفراد. لأنك أنت الحسيب النسيب الشريف الوجيه. أنت مصعب بن عمير، أنت وحدك ب100 رجل. هيا هيا، اجلس لتأكل، وسأحضر لك الماء البارد. أتستطيع أن ترد على سؤالي؟ ما هو الشيء الذي ينقصني كي تتحقق سعادتي في الدنيا، سعادتي المفقودة رغم كل ما أملك؟ ما هذا؟ ثوب جديد اشترته أمي لي. خذه يا عمار، فعندي منه الكثير. لا، أنا لدي ثيابي ولا أحتاج إلى هذا الثوب. إلى متى ستظل تستحي مني؟ ألسنا صديقين؟ بلى، ولكنه من حرير، والحرير ليس لمثلي. الحرير ليس لمثلك؟ ماذا تقصد؟ أقصد أنه قد حرم علي منذ ماذا؟ سأخبرك بشرط أن تكتم سري. سرك محفوظ يا عمار. لقد أسلمت. ماذا؟ هل جننت يا عمار؟ كيف تتبع محمدًا ابن عبد الله ذلك إياك أن تسيء إليه أمامي. أتغار عليه إلى هذا الحد؟ وكيف لا أغار على رسول الله؟ أصدقت أنه رسول الله؟ والله يا مصعب، لو سمعته مثلما سمعته أنا وفتحت له عقلك وقلبك لصدقته أنت الآخر، ولا أمنت به على الفور. أنا؟ نعم، فأنت ذكي فطن، وتستطيع أن تميز الخبيث من الطيب والكذب من الصدق. لا، لن أسمعه أبداً. أرأيت؟ ها أنت تفعل مثلما يفعل سادات قريش، تخشى أن تسمعه فتؤمن به. ألم تسأل نفسك لماذا يكذبه سادات قريش؟ لأنه جاء بدين ضد مصالحهم، دين يساوي بين العبد والسيد والغني والفقير، ويمنح المرأة كل الحقوق التي حرموها منها. إنه النور الذي كنا نبحث عنه ليبدد لنا ظلمات الجهل والظلم. إنه الشيء الغالي الذي ينقصك يا مصعب، وكنت تبحث عنه منذ تشكل وعيك ونضج وجدانك. في دار الأرقم بن أبي الأرقم جلس مصعب بين المسلمين يستمع إلى حديث رسول الله، وهو يعلمهم دينهم ويتلو عليهم القرآن، فينجذب إليه الناس لصدق حديثه وحلاوة لسانه وجمال آيات الذكر الحكيم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين،
وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان رجيم. فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ما هذا الكلام العجيب الذي يدخل القلوب قبل الآذان؟ تعددت زيارات مصعب إلى مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام في دار الأرقم، وما زال هناك من يراقبه في صمت ويريد أن يوقع به. لا تكذب علي يا مصعب، لقد رآك عثمان وأخبرني بكل شيء. ولماذا يراقبني؟ هل يريد أن يوقع بيني وبينك؟ وهل فقدت عقلك يا مصعب حتى تتبع ذلك الكذاب؟ لا والله يا أماه، ما رسول الله بكذاب، إنه الصادق الأمين كما يناديه كل الناس في مكة، وإنه لدين الحق، ولن أعود للكفر بالله بعد إذ اهتديت. وآلهتنا ألا تخشى لعنتها؟ لم أعد أخشى إلا الله يا أماه. أما هذه الأصنام فانظري إليها، إنها لا تسمع ولا تنطق ولا تنفع ولا تضر. هي خير من ذلك الدين الذي اتبعته. بل هو دين الرحمة والعدل الذي يقول: الجنة لمن أطاعني ولو كان عبدا حبشيا، والنار لمن عصاني ولو كان شريفا قرشيا. إنه دين الإسلام يا أمي. ألا تخاف علي أن أموت بسبب خيانتك لآلهتنا وعصيانك لي؟ ماذا أصابك يا مصعب؟ لقد كنت أبر ابن بأمه، وكنت من أحب الناس إليك. ولأنك أحب الناس إلي أخاف عليك يا أمي أن تموتي على الكفر فتكوني من أصحاب النار. اسمعي يا أمي فسأقرأ عليك القرآن. لا تسمعني كلام ذلك الشاعر محمد فيسحرني كما سحرك. بل هو كلام الله. اسمعي يا أمي أكرمك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اسكت، لا أريد سماعه. إنما صممت أذنيك عن سماع الحق. لن أتركك تمضي مع هؤلاء المجانين الضالين، وسأرى إن كنت أنا أعز عليك أم دين محمد. يا قوم، مصعب ابني سيكفر بآلهتنا ويتبع محمداً. أرجوك يا أمي عودي إلى داخل البيت، فالشمس ستقتلك. ليس قبل أن يترك أخوك دين محمد. إنه لا يهتم بما تفعلين، وقد كادت الشمس أن تهلكك مرتين من قبل ولم يتراجع. لن أتحرك من مكاني حتى يعود فيراني. لا حول ولا قوة إلا بالله. لقد حضر مصعب. ارحم أمك يا مصعب. يا لك من جاحد، أهكذا تفعل بأمك؟ حضر مصعب، إنه مصعب. ألا تنقذها قبل أن تموت فيلحق بك العار ما حييت؟ ماذا أصابك؟ أين ذهبت الرحمة من قلبك؟ عودي يا أمي عن ذلك، فإنك والله لفي ضلال مبين. أسمعت ما يقوله أخوك يا أبا العزيز؟ اسكت، بل أنت الذي أضلك محمد وأصحابه. كذبت والله يا أبا العزيز. لقد أغشي علي من جديد، وذات مرة سأموت بسببك يا مصعب. قوليها يا أمي يرحمك الله. رددي خلفي: لا إله إلا الله محمد رسول الله. أخرجوه من هنا، أخرجوه، أبعدوه عن وجهي. هيا من هنا وكفى ما فعلته. أستغفر الله العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا، انتظروا، فسيذهب إلى محمد ولن يعود. أمسكوه
وقيدوه واحبسوه في البيت فلا يخرج منه أبداً. أمسك به يا عثمان. ها قد فعلت. ابتعد عني يا عثمان، ابتعد وإلا حطمت أنفك. أغلق الباب يا أبا العزيز. قلت لك ابتعد وإلا آذيتك. إياكم أن يفلت منكم، إياكم.